السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. معاكم مطبخ فلفلة. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكريم كراميل باللبن المكثف المحلى. طريقة سهلة بسيطة، غني جدا، طعمه لذيذ جدا، فرق شاسع جدا بينه وبين الطريقة العادية بتاعتنا اللي بتتعمل بلبن بس، هو والبيض والسكر طبعا والفانيليا، من غير لبن محلى مكثف. طبعا طريقة اللبن انا عاملاها لكم قبل كده على القناة، واللي ما يعرفهاش برضه هقولها لكم في قلب الفيديو علشان اللي حابب يعملها. هنا زينت بالمكسرات وزينته هنا بالفراوله. طبعا تقدروا تقلبوه وما تزينوهوش باي حاجه وتاكلوه، بس انا شايفه شكله كده حكايه وتحفه وشيك قوي لما نحب نقدمه. طبعا الارتفاع والحجم طبعا بتتحكموا فيه بحجم القالب اللي احنا بنستخدمه. القوالب دي انا لسه جايباها، حقيقي جميله قوي ومناسبه قوي وتحفه. الواحد يعني مشبع فعلا، الفرد ياكله يشبعه. جميل قوي وتحفه جدا، سلس معايا، ناعم قوي، غني قوي، لاني عاملاه بلبن جاموسي كامل الدسم. اتمنى تجربوه بنفس الطريقه ان شاء الله. هنروح بقى مع بعض للمقادير والطريقه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا عندي اول حاجه في الخطوات بتاعه الكريم كراميل. هكثف اللبن. هكثفه ازاي؟ كيلو اللبن، وبفضل يكون جاموسي لانه بيبقى غني جدا والدسم بتاعه عالي. طبعا كيلو بياخد مجين 2 من المج الازاز العادي مساح سكر. محدش يقلل الكميه لان هيديني كميه مش كبيره. المجين مظبوطين وعاملاها لكم قبل كده في الفيديو، بس انا بحب اوريه لكم. هوريه لكم كده في دقيقتين للناس اللي ما شافتش الفيديو بتاع اللبن المكثف المحلى اللي انا عاملاه. طبعا ينفع باللبن بقري، ينفع نحط كيلو وكيلو، بس انا بفضل الجاموسي لان انتوا عارفين ان الدسم عالي قوي زي ما قلت لكم، وغني جدا وبيبقى طعمه حكايه. كده عندي اللبن اهو. هستخدم معايا في الوصفه بتاعت النهارده بتاعت الكريم كراميل 3 كيلو لبن، وهحط عليهم 6 مجات سكر. في السكر قدامكم اهو زي ما انتم شايفين كده. وهجيب بقى معلقه خشب او سيليكون وابتدي اقلب. لازم ادوب السكر يا جماعه. ومعايا الحله ما بغطيهاش، واول ما يبتدي يغلي ههدي النار بحيث انه يكون بيغلي، مش ما يكون واقف، لا يكون بيغلي بس هاديه. تاخد لها بقى ساعه، ساعه وربع براحتها، كل واحد حسب النار بتاعته. انا معليه النار وبقلب لحد ما السكر يدوب معايا كده. السكر داب معايا خالص هسيبه بقى لحد ما يغلي وابتدي اهدي عليه النار. يا جماعه اللبن لما نكون لسه جايبينه وبنستخدمه ما بيكتلش، لكن لو اللبن حتى بات على رف التلاجة او كان طالع من الفريزر متجمد وسبته يسيح وعشان اعمل بيه لبن مكثف محلى بيكتل. مفيش اي مشكله، كتل معانا ما فيهاش اي مشكله. لو عندي هاند بلندر هضربه وهو سخن، ما عنديش هاند بلندر هستنى لما يبرد خالص واخد شويه شويه واضربهم في الخلاط. بيطلع معايا ناعم جدا وخفيف جدا ولذيذ جدا معايا. تمام؟ علشان لو كتل من حد ما يقولش ارميه، لا لا، اسيبه يبرد خالص واضربه في الخلاط كميه كميه عشان ما يبقاش تقيل على الخلاط ولا يجرى له حاجه. تمام؟ زي ما انتم شايفين اللبن ابتدى يغلي معايا. هديت عليه النار لانه طبعا هيفور، والسكر كمان بيزيده فوران بيخليه يفور جدا. الحله ما بتتغطاش يا جماعه، اوعى حد يقول اوارب الغطا او اغطيها ابدا. انا هديت عليها النار خالص وبيغلي قدامكم اهو، بس بسيط. ياخد له ساعه، ساعه ونص، زي ما ياخد. هسيبه على النار كل ربع ساعه هخش اقلبه وسايباه على النار لحد ما يتكثف معايا، وبعد كده اوريه لكم. لازم يكون بيغلي كده زي ما انتم شايفين. مش ههدي عليه النار يا جماعه، ما يكونش بيغلي كده مش هنخلص. لازم يكون بيغلي كده ومهديين عليه النار لحد ما يتكثف. زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعه شايفين ناعم ازاي وسلس معايا. وزي ما قلت لكم لو حصل اي تكتل فيه يا جماعه على طول نضربه بالهاند بلندر، واللي ما عندوش هاند بلندر يستنى لما يبرد خالص ويضربه. شوفوا كده جميل قوي. انا ما بنزلش المعلقه لتحت لانها طبعا الحله جرانيت. طبعا يا جماعه اللي عنده حله جرانيت او تيفال يبقى كل نص ساعه، ساعه الا ربع يبقى يقلبه. لكن لو الحله المونيا لازم كل ربع ساعه نقوم نقلبه عشان القعر بتاعها لا يتلسع ولا يشيط. تمام؟ دي طبعا قدامكم علشان جرانيت. شايفين ما شاء الله القاع بتاعها ما فيهوش اي حاجه جايبه من تحت خالص تحفه. ده هسيبه لما يبرد خالص عشان ابتدي اشتغل فيه. هتشوفوا بقى التقل بتاعه كمان بعد ما يبرد ناعم خالص معايا. ولو قلت لكم زي ما قلت لكم اي لبن بنستخدمه متجمد او مركون عندي في التلاجة على الرف يوم ولا 2 ويتكتل نضربه يا اما في الخلاط اما يبرد يا اما بالهاند بلندر وهو سخن. شايفين اللبن المكثف اهو يا جماعه. اداني 8 مجات من المج الابيض. ال3 كيلو ادوني كام؟ 8 مجات. اللي حابب بقى يعمل نص الكميه سواء في ده او كريم كراميل يعمل في بقيه مكونات الكريم كراميل. هستخدم 12 بيضه. هعوز
هوريكم ازاي بفصل البياض عن الصفار. انا كده هعوز 10 اصفر بيض اهو، زي ما انتم شايفين كده عايزه 10 بالشكل ده. وهشيل البياض ده نستعمله في اي حاجه تانية نستخدمه فيها كده 10 بيضات اصفر بيض. هحط عليهم بيضتين كاملين زي ما انتم شايفين طبعا يا جماعه اللي عايز يعمل نص الكميه يعمل كيلو ونص بس لبن يكثفه كيلو ونص ويحط 6 بيضات. كده بعد ما كسرت البيضتين الكاملين على 10 صفار الابيض البيض هحط بقى كيسين 2 فانيليا خام زي ما انتم شايفين. هرص بقى المكونات كلها جنب بعضها وارجع لكم. هنا حطيت في الخلاط 6 كوبايات حليب. طبعا لو قلنا نقص الكميه نخليها للنص هيبقى 3 بس. هضيف عليها البيض بالفانيليا زي ما انتم شايفين، وهضيف اللبن المكثف وهضربه كويس قوي لمده دقيقتين لحد ما يبقى ناعم معايا خالص. ولو الكميه كبيره على الخلاط نقسمها زي ما انتم شايفين. اتخلط معايا خالص ما فيهوش اي تكتل وكله مع بعضه متخلط 10 على 10. القوالب اللي هنستخدمها يا جماعه بتاعه الكريم كراميل دي، وفي طبعا اكبر وفي اصغر، بس انا جبت الوسط دي جميله قوي الحجم بتاعها مناسب، واللي ما عندوش يقدر يعمل في في الكب كيك الصغيرين. بس ده طبعا يعني انتم شايفين الواحده تبقى 10 على 10 يعني تمام. او الطواجن دي يا جماعه عشان برضو لو حد ما عندوش ده ولا ده يشتغل في الطواجن. هنروح بقى على النار هنحط طاسه او صينيه ونكرمل فيها السكر، مجين 2 سكر من غير ما نحط ولا نقطه ميه حطيت كسرولة على النار وحطيت فيها مجين 2 سكر من غير ولا نقطه ميه، وههدي النار عليها مش هنعليها يا جماعه عشان ما يتحرقش ويمرر معانا، وهسيبها لحد ما السكر يبتدي يسيح. زي ما انتم شايفين كده ابتدى السكر يسيح معايا هسيبه خالص لحد ما يسيح كله زي ما انتم شايفين. ابتدى يسيح معايا اي تكتل فيه يا جماعه اما يسيح معايا خالص كل ده هيسيح معايا وهيبقى سايل معايا خالص. بصوا شايفين اللون بتاعه افتح من العسل مش هكتر عن كده عشان ما يمررش معايا. هروح بسرعه على القوالب بصوا القالب هحط فيه حوالي معلقتين 2 بسرعه كده، انتوا عارفين انه بيتجمد بسرعه. هوزعه اهم حاجه القاع بتاعه كده. هخلص كل الكميه بالشكل ده بسرعه لانه بيجمد واوزعه كويس قوي هخلص كل الكميه وارجع لكم. شوفوا هبتدي بقى املى القوالب خلاص كده. طبعا الكراميل نشف معايا هملاها كلها كده زي ما انتم شايفين. وبعدين هجيب صينيه يا جماعه يا اما نرص فيها الاول وبعدين نحط ربعها، انا عايزه تلتها ميه، لان احنا لو حطينا تلتها ميه وابتدينا نرص القوالب طبعا الميه بتعلى معانا هتضطروا تاخدوا بمغرفه او مج، لكن ممكن احنا نرص القوالب كلها وبعدين نحط الميه من الجنب. شايفين كده ما شاء الله كميه زي ما انتم شايفين. واللي يحب يقلل يا جماعه يقلل يعمل نص كميه زي ما قلت لكم كده. رصيتها في صينيه وحطيت نصها ميه سخنه او من الكتل نصها بس، مش هنزود الميه، تكون نص حجم البرام او الاطباق اللي احنا حاطينها علشان لما تغلي ما تخشش جوه الكريم كراميل. كده هسيبها ساعه بالظبط. الرف المباشر اللي فوق النار اللي هو القاع خالص بتاع الفرن هنحطها عليه علشان النار تغلي الميه ديت بتاعتنا ويستوي. هنسيبها ساعه الا 10 دقائق، واخر 10 دقائق في الساعه هنشغل الشوايه يحمر واطلعه واوريهولكم. شوفوا في معلومه نسيت اقولها، طبعا لو احنا بنسوي في صينيه الومنيوم وطبعا بنحط فيها الميه ونرص فيها القوالب لازم نحط في الميه دي معلقتين كبار خل، لازم على لان كتر الغليان بيخليها تسمر. لكن لو بنعمل في صينيه تيفال او جرانيت ما نضيفش خل فيها خالص. كده هتبقى معايا 10 على 10. طبعا بياض البيض يا جماعه بينفعنا في حاجات كتير. ممكن نعمل منه مرنج، ممكن نستخدمه في عجه، ممكن لو بنعمل بيض اومليت نزود شويه واحنا بنقلبه بالشوكه، فاهمين يعني ليه استخدامات كتير. او ممكن برضو نحمر في تحمير البانيه، استخداماته كتيره جدا. زي ما انتم شايفين حجم الطبق ده او طاجن صغير مش كبير. لو انا داخله جوه كافيه او مطعم مش هدفع اقل من 50 ل 70 جنيه حسب المكان اللي انا داخله فيه. شايفين بقى كميه التوفير قد ايه الكميه اللي احنا عاملينها. ده غير ان يا جماعه الطعم استحاله يكون بالجمال اللي احنا عاملينه، ولا الطعامه دي ولا النعومه اللي احنا عاملينها ولا السلاسه دي. فانصحكم جربوه بنفس الطريقه دي ان شاء الله 100% هيعجبكم جدا جدا جدا. ده الشكل بتاعه بعد ما طلع معايا من الفرن. خد له ساعه في الفرن و10 دقايق حمرت الوش تحت الشوايه. طبعا اللي حسب كل واحد حسب الفرن بتاعه ممكن ياخد له ربع ساعه تحت الشوايه، المهم يوصل معايا للون ده تمام كده. شايفين معايا متماسك خالص هسيبه لما يهدى خالص زي ما انتم شايفين
برفعه خالص اهو متماسك خالص معايا. هسيبه لحد ما يهدى خالص معايا وادخله التلاجة. هسيبه ساعه واحده هيكون سقع معايا واطلعه. اوريكم ازاي هقلبه وازاي هقدمه. طبعا اللي حابب يقدم معاه مثلا يحط عليه فواكه او مكسرات براحته. انا هنا عندي فراوله وعندي مكسرات هزين بالاثنين وكل واحد بشوقه. دي حاجه. تاني حاجه يا جماعه، الناس اللي تحب تاكله ساقع قوي عايزه تسيبه ساعتين 3 4 لتاني يوم براحتها. هدخله بقى التلاجة وبعد ساعه ارجع لكم تاني ان شاء الله. بعد ساعه شكله معايا اهو زي ما انتم شايفين. هوريكم ازاي هنقلبه. طبعا القوالب السيليكون ممكن نقلبها من غير خالص ما نحطها في ميه سخنه، لكن القوالب دي او البريمه اللي احنا عاملينها لازم نحطها في ميه سخنه. هوريكم ازاي بقى هنبتدي نقلبه. هجيب صينيه فيها ميه سخنه عاديه خالص من السخان وهسيبها فيها كده دقيقتين 2. هيتحرك معايا ويسيح، يبتدي يسيح الكراميل لانه طبعا جامد معايا في التلاجة. شوفوا يعني دي انا حطاها هيبقى لي دقيقتين. شايفين اتحرك معايا ازاي؟ هجيب طبق بقى واقلبه عليه بكل سهوله. اهي طلعتها حطيت عليها الطبق وهقلبها اهي قدامكم. اهي شايفين الجمال؟ تحفه. طبعا الكراميل ده بيبقى مسكر معايا، بناخد كده بالمعلقه وبناكله بيه، جميله جدا. وطبعا عندي مكسرات هحط، عندي فراوله هقطع لكم فراوله قدامكم اهي واحده واحطها. شوفوا كده جبت فراولايه اهي. الفراوله دي سكري يعني لما تحط على الوش بتبقى جميله قوي معسله مش حادقه. اهي ما بوصلش للعنق وبعدين بمسكها بايدي بضغط عليها ضغطه واحده كده افرطها عن بعضها. ايوه واحطها بقى على الوش في النص كده. تبقى شيك قوي يا جماعه في التقديم. لو هتقعد عندي يوم 2 3 4 الفراولايه دي، لو عندنا اي عسل ان شاء الله العسل اللي بنعمله للكنافه والقطايف تلمعيها بقى فوق. لو هتاكليها في نفس اليوم او تاني يوم عادي بتناها جميله قوي كده. شوفوا هنا بقى ده هحط فيه مكسرات طبعا بذوقكم انتوا زي ما تحبوا تحطوا. حطيت عين جمل وحواليها لوز كده. عايزين تزيدوا في النص كده بندق على الاطراف براحتكم. يلا دي اكيد انا اللي هاكلها دي. تحفه يا جماعه ما اقولكمش بيبقى سلس قد ايه باللبن المكثف. طعمه غني بتحسوا ان فيه قشطه حقيقي وهم جميل جدا تحفه جدا. اتفضلوا معانا. كان معاكم مطبخ فلفله في احلى طريقه لعمايل الكريم كراميل باللبن المكثف المحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.